بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. حطي لايك او تنسي اللايك. فيديو بقى النهاردة نعمل فيه حمص الشام او الحلبسة. روايح بقى الشتاء ومشروبات الشتاء الجميلة، وده الراعي الرسمي للمشروبات بتاعة الشتاء. اول حاجة بصوا، ده معايا الحمص انا كده بليته من بالليل. هو بصوا ده شكله في برطمان. لازما عشان يستوي معاكي بسرعة، ولازما كمان يعني عشان يبقى طعمه حلو كده وتيجي تاكليه ما يبقى زي المحصول، تبليها قبليها بيوم هيديكي الشكل ده. شوفوا حجم هنا الحمصية قد ايه، وفي يعني وفي المية بعد ما تبلي بقى قد ايه. معايا بقى هنا ربع كيلو حمص، بصلاية، حوالي كده عصرة ليمونة كبيرة، وطماطم نص كيلو طماطم، ومعايا كمان توم، ومعايا ميه. روح بقى كده على البوتاجاز عشان نشوف هنعمله ازاي. اول حاجة انا طبعا كنت غسلاه كويس قبل ما انقعه، وبعد ما نقعته برضه غسلته كويس من المية اللي كان منقوع فيها. وبصوا حطيت له بقى مية نضيفة وكده بقى تمام على ان هو خلاص جاهز انه يستوي. حطيت بقى هنا كده المية، يعني حوالي كده رتل مية، وولعت عليه البوتاجاز وكمان البصلاية. هسيبه بقى لما يغلي، وبعد كده هنزل اول ما يغلي كده بالشكل ده هننزل بالليمونه. انا بقولك الطريقه دي صدقيني بالظبط عامله زي بتاع العربيات. فاكرين زمان لما كنا نخرج من المدرسه ونبقى شامين ريحته، او على الكورنيش، او انت ماشيه في الشارع؟ ده نفس الطريقه بتاعت الراجل يعني اللي بيعمل الحمص او الحلبسه. حطيت بقى هنا الليمون هنا فايدته ايه؟ علشان خاطر الحمص بتاعي ده بقوليات، فلازم تحطي له ليمون زي الفول والحاجات دي علشان ما يسودش او يبقى يعني اكسد. فهنا بقى خلاص استوى حوالي يعني 50%. فنزلت عليه بقى بالطماطم. شفتوا ان المية قلت معايا شوية كتار. دوت كده تعرفي ان لو وانتي مش بلة الحمص هيقعد معاكي على النار كتير، زي بالظبط الفول اللي هو المدمس. لكن هنا بصوا بقى سيبته يسبك شوية بالطماطم. شوفوا كانت المستوى بتاع المية بالطماطم فين وبقى فين. كده الطماطم بتاعتي استوت. يعني انا مش بسبكه يعني مش بسبكه زي الاكل، لا، يعني انا كده الطماطم استوت. هزود بقى مية من المرحلة دي زي ما انا عايزة بقى. عايزة مية كتير، عايزة مية قليلة، زي ما انا عايزة وزي ما انت يعني تحبي كمية المية. هسيبها بقى يعني يكمل سواه، وبعد كده هنحط له بقية الحاجات اللي كانت معانا. هنا بصوا خلاص يعني فاضل تكاية بسيطة خالص عليه ويستوي. هنزل بقى هنا بقطعة التوم، حوالي يعني نص معلقة توم، وكمان هحط له كمون بس وملح. يعني هو ما بياخدش حاجة غير الحاجات اللي انا حطيتها دي. الحاجات التانية بقى اثناء ما انت هتيجي ان شاء الله تشربيه، تحطي شطة، تحطي خل، تحطي اللي هي يعني الخل الدقة اللي هو دقة تاني كده بكمون بتوم بليمون، حسب ما انت بقى ايه تحبي. بصوا بقى هنا كان خلاص استوى، وريحته بقى ما شاء الله كانت جميلة، وصبيناه بالشكل ده. فايه رأيكم بقى؟ احلى كوباية حلبسة. فلو عجبك الفيديو والطريقة متنسيش الاعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. بحبكم في الله ولا اله الا الله. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي عشان هتشوفوني كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.